قول الصراحة، قال ايه قبل ما اضربه؟ وايه اللي قبله؟ انا دخلت معاك ولا عملت اي مين حاجه؟ اللي كان في الأوضة معاك؟ انا ما دخلتش معاك، احنا الثلاثه كنا بره. في واحد الليله الوالدين ديال احمد غيتسناو ولدهم يرجع من الفيرما اللي كيربي فيها الكلاب ديالو، وحيتاش كان مربي كلاب وماشي اي كلاب، كان كيربي الانواع النادره اللي ساويه الثمن، وكانوا كياخذوا منه كبار الشخصيات وصحاب العاقه. تعطل بزاف ديك الليله، ولكن والديه قالوا باللي غيكون غيبات في الفيرما كيف موالف وما غيعطيوش الامر شي اهتمام وغينعسوا، ودازت ديك الليله عادي. والغد الليل فاش وصلت الليله الثانيه ما جاش عاوتاني وما عطاوش اهميه للموضوع، حيت ولدهم كبير المولف ما كيباتش في الدار، وغالبا اما تيكون باغي يبقى بوحده في ديك الفيرما، واما كيسافر يدي شي كلب لشي كليان في مدينه اخرى. يعني عندهم حاجه عاديه احمد يغبر نهار ولا يومين. وداز النهار الثاني، وفي النهار الثالث قالوا باللي هاد الليله غيبان كيف العاده، ولكن ما جاش. الشيء اللي خلاهم يصونيو ليه يسولوه فين كاين، التليفون كيصوني ولكن اللي جاوب ما كاينش. اواه حتى لهادي لا ولدنا احمد ما موالفاش ليه، ما ردش علينا في التليفون. هنا دخلهم الشك وتشطنوا عليه وبقاو تيصونيو الليل كامل. وهنا والدي غيطربوا وغيقول بوه لمو غير الصباح يفتح نمشيو للفيرما اللي جا في منطقه خارجه من المدينه نشوفوا فين غابر هاد الولد. هي هذيك دازت ديك الليله طويله وكيطلعت الشمس، والدي شدوا الطريق للفيرما. في ساعه المكانه لقاتهم تما ودخلوا الفيرما وغيسمعوا النبيح ديال الكلاب بالجهل. زادوا شكوا حيت الكلاب كيعرفوا والديه وكيشوفوهم عادي في الايام العاديه وما كينبحوش بهذه الطريقه. وبواه حيت كيفهم شويه في الكلاب غتجيه في بالو نظريه ان الكلاب فيهم الجوع، ولكن كيفاش ولدنا كيعطيهم الماكله في الوقت وكيتهلا فيهم. دخلوا لداخل ديال الفيرما، غير وصلوا حدا الباب كيلقاو قطرات ديال الدم. هنا قلبهم بقى كيضرب وكيدخلوا غيلقاو احمد في واحد المنظر ما تبغيش العدو، مطعون طعانات بزاف ذاته كامله ووجهه مشوه. واحد الحاله تشوفها تقدر تولي تحلم بها ليل ونهار. والديه تصدموا بزاف وعيطوا للبوليس، وكل شيء عارف البوليس فاش كتكون القضيه فيها الروح في البلاصه كتلقاهم حداك. فاش وصلوا البوليس للفيرما دخلوا كيشوفوا داك المنظر وكيحققوا في مكان الجريمه. لاحظوا ان الجثه مضروبه بكثر من 10 طعنات، ولكن التليفون والبسطام ديالو باقيين في جيبو. وهنا قالوا باللي الدافع وراء الجريمه ماشي السرقه، حيت الشفار ما غيردش الجثه ديال السيد بحال شي غربال، وكون كان شفار غيدي البسطام والتليفون وغيكش الدار غادا يخرج. هنا البوليس تاكدوا باللي هذه جريمه انتقام، شي حساب بينه وبين شي واحد خلاه يدير في هذه الحاله ويشوه ليه حتى وجهه. فاول حاجه بداو بها هي قلبوا لي زابيل ديال التليفون ولقاو والديه مصونين ليه وجوج اشخاص اخرين صوناو ليه قبل 3 ايام. ومن خلال التشريح عرفوا باللي السيد مات قبل 3 ايام نيت، حيت الجثه بدات كتحلل وكتعطي الريحه بقوه الصاد في ديك الفيرما. اول حاجه غيديروها البوليس هي غيتصلوا بدوك الجوج اللي اتصلوا باحمد هما الاخرين وغيقولوا لهم يجيو عندهم باش يحققوا معاهم. وفعلا جاو وبقاو كيسولوهم. الشخص الاول قال باللي اتصلت به، سولته على واحد النوع من الكلاب واش عنده، وملي قال لي راه عندي درت مع انني الشهر الجاي نجي نشري من عنده لختي كهديه حيت كيعجبها هذا النوع من الكلاب. والشخص الثاني قال لهم باللي صونيت ليه في ديك الليله غير نسول فيه حيت صاحبي وشحال ما تشاوفنا وما جاوبني صافي ما بقيتش عاود تعيط ليه. هنا سولوهم البوليس فين كانوا في الوقت اللي وقعت فيه الجريمه، وبجوج قالوا لهم فين كانوا بالدلائل، وحققوا البوليس في هضرتهم ولقاوها بصح وعندهم شهود انهم ما كانوش في البلاصه ديال الجريمه. هنا اصابع الاتهام غترفع على جوج الناس، ولكن بقاو مراقبين من طرف البوليس. وهنا البوليس غيتخربق عليهم الدوسي حيت من بعد ما قلبوا واش عنده عداوه مع شي حد ولا شي حد كيتسالو ولا فايت مدابز معاه ولا بيناتهم شي حاجه، ما لقاو والو. السيد داخل سوق راسو وعزيز عليه كل شيء وعزيز على كل شيء ومعروف بالمعقول والتربيه ديالو. ايوا القضيه مشبكه وما عندها حل، وبقاو كيبحثوا اي باب كيتعمقوا فيه البوليس كيلقاو مسدود حتى قربوا يهزوا يديهم على القضيه. وهذا البلان غيدير بوم في ديك المنطقه، كل شيء عارف باللي مربي الكلاب تقتل. وفي قمه الخيبه اللي كانوا كيحسوا بها البوليس وانهم ما قدروش يحلوا هذه القضيه المعقده وحيت الروح عزيزه عند الله، واحد الليله غيجي اتصال للشرطه من عند واحد السيد وغيقول لهم باللي كنت جالس حدا الواد في ديك المنطقه، هما يبانوا لي واحد 4 الدراري هكا صغار في السن، خنقوا كلب قتلوه ولاحوا في الواد وانا كنت مخبي وكنشوفهم اش كيديروا من بعيد. هنا البوليس فرحوا بهذا الخبر وطلبوا منه يجي عندهم. وفاش جا عندهم وسولوه واش كتعرف الدراري، قال لهم يمكن فرز واحد فيهم اللي فيه شافو كنعرف سميتو وكانت سميتو مصطفى. مشاو معاه ووراهم وبقاو تيقلبوا تما. من بعد ساعات ديال التقلاب لقاو الكلب اللي عاود ليهم عليه وهزوه وجابوه وهما يعطوه للاب ديال احمد وقالوا ليه واش هذا هو النوع ديال الكلاب اللي كان عند ولدك؟ قال لهم هذا من الكلاب النادره اللي كان مربيهم ولدي وما عند حتى واحد في هذه المحافظه، واللي بغى هذا النوع كيجي عند ولدي ديريكت. هنا الشرطه فرحوا
وتحركوا ويقلبوا على هذا مصطفى. ولكن قبل اجي نعرفوا هذا خونا شكون هو ونكتشفوا الجريمه كيفاش وقعت بلا طيطاي ديالها. ولكن قبل نتمنى انكم تشتركوا في القناه وديروا شي اعجاب للفيديو باش نستمر وانا لكم من الشاكرين. يلا مشينا. هاد الولد اللي سميتو مصطفى دوز طفوله صعيبه، خرج من القرايه صغير ووالديه طلقوا، وباه كان كيصيفطو يخدم عند الناس. هاد الناس اللي كان كيخدم عندهم كانوا كيضربوه، ودوز صغرو كامل ما بين الضرب ديال باه والضرب ديال المعلميه اللي كيخدم معاهم. زيد عليها المضاربات مع الدراري حيت كان باه طالقو وما كيسولش فيه، يباش في الزنقه يموت يدابز كاع ماشي سوقو. الشي اللي خلاه فاش كبر شويه وصل لسن المراهقه وحس بكتيفاتو شويه ولا ما كيقولش ان شاء الله، داخل عليها وعنيف بزاف. وفي واحد النهار غيدابز مع 3 ديال الدراري ولا الدربو، وتا هما باسلين وتا هما دايزين من نفس الظروف، وغيسلخهم 3 في دقه واحده. وكما تيقول لك المثال لا محبه الا من بعد عداوه. هاد 3 نيت غيتعاشر معاهم مصطفى وغيوليو يخافوا منه، واللي قالها ليهم كيديروها. حتى لواحد النهار قال لهم صافي بركه من الخدمه مع اللي يسوى واللي ما يسواش، صافي كبرنا دابا وعشنا الفقر وقلت الشيء، دابا غنخرجوا لها نيشان وغنجبدوا فلوس صحيحه ونعيشوا الحياه. قالوا ليه اييه اش غنديروا؟ قال لهم اللي شفناها ديالنا واللي ما شفناهاش حنا فيها النص، غنمشيو للبلايص الخاويه اللي قليل فيها بنادم، واللي داز من ديك الطريق غنكشطوه ونصيفطوه بحاله ونقسموا الفلوس. الاخرين تيبان لهم هذا مصطفى هو مول العقل واللي قالها ما كتعاودش. قالوا ليه سير على الله بوانا حنا معاك. هي هذيك. بداو كيمشيو في الليل يسمروا في الطرقه اللي ما كيدوش منها بنادم بزاف، وغير كيبان لهم شي حد سوا ولد صغير سوا راجل سوا مراه سوا بنت كيتلاحوا بحال الكلاب وكيجبدوا المواس ديالهم وكياخذوا التليفونات والفلوس وكيغبر لهم الاثار، وكل مره كيبدلوا البلاصه باش ما يشدهمش البوليس. وعجباتهم هاد القضيه حيت ضاقوا الفلوس البارده وترقعوا في حياتهم. هما يزيدوا يطغاو، ومن بعد ما كريساو تقريبا 60 شخص قال لهم مصطفى هادشي ما بقاش كيعطيني النشوه. وبعض المرات نتلاقاو مع شي واحد صحيح ما كنقدروش نكريسيه، خاصنا ندبروا على شي كلب نديوه معنا حيت الاغلبيه كيخافوا من الكلاب، ويولوا الضحايا ديالنا يحطوا رزقهم بلا ما يقاومونا. كيف العاده صحابو سير بوانا اللي درتيها حنا معاك. وانا مرود مصطفى كان عارف الفيرما ديال احمد وكان عارف باللي عنده كلاب واعرين. هو يقول لهم هاد الليله غنمشيو لديك الفيرما بالليل، غنسرقوا الكلب من تما نعطوه الماكله وناخذوه. هي هذيك. وصلت الليله المعلومه وجاو بالليل لقاو الفيرما مسدوده وما كانش احمد في ديك الليله في الفيرما. هما ينقزوا وخداو راحتهم كيقلبوا كيف ما بغاو، تعجبهم واحد الكلب عطاوه كلا ولفهم شويه حلوا عليه وداو معاهم. كانت مهمه سهله وعجباتهم. رجعوا مع الكلب وبقى معاهم وبداو كيدريسيو شويه بشويه وكيغريسيو به. لكن واحد النهار مصطفى عرف باللي داك الكلب اللي عنده ساوي ثمن غالي. من بعد ما طلبوا واحد السيد تيفهم في الكلاب يبيعوا ليه، وقال مع راسو هادشي ديال التليفونات ما فيش بزاف الفلوس، تجينا البركه كنقسموها مجموعين، مالنا ما نرجعوا لديك الفيرما ونشفر كلب اخر بحال هذا ونبقى نبيع فيهم، ولا نشفر بزاف ونكشط ديك الدار ونجيب ضربه صحيحه. هي هذيك. الشيطان كيوسوس لمصطفى ومصطفى كيطبق وكيعطي الاوامر خوتنا في الله. وفي ديك الليله المشؤومه قصدوا هاد العصابه الفيرما، وعند بالهم الامور غدوز كيف ما دازت قبل، ولكن ما فراسوش باللي احمد حاسب الكلاب وعارفهم واحد بواحد. ومن نهار لقى الكلب ناقص ولا كيباش بزاف في الفيرما. فاش وصلوا للفيرما نقزوا السور ودخل مصطفى للدار هو وصحابو اللي كاينه وسط الفيرما باش يكشطها هي الاولى. هو يلقى احمد تما فاق بهم ويقول لهم اش كديروا هنا، علاش هاجمين عليا؟ مصطفى تفاجئ وقال ليه والو، صيفطني واحد صاحبك كيتسالك فلوس قال لي قول ليه يعطيهم ليك ولا يعطيك كلب. هنا قال لي احمد وتسير بحالك، حتى واحد ما كيتسالني، نتوما داخلين تسرقوا وهاجمين عليا. هو يدفع مصطفى. هنا مصطفى اللي كان مريض مخو وعنده امراض نفسيه ومعقد من جهه بنادم، حيت داز عليه في الصغر واي واحد كيعاملو بشي طريقه خايبه كتفكر طفولته وكيولي شيطان في صرج بنادم. جبد الموس وهو يطعن به احمد ودوك صحابو، غير شافوا داك الديكور واحد اللي بقى واقف مع مصطفى، وجوج ملي شافوا داك المنظر هربوا وبقاو تيطلعوا من بعيد ومخلوعين. وملي طاح احمد من ديك الضربه جروا مصطفى تحطوه في الفراش، وكان معاه داك صاحبو اللي بقى معاه تحطوه بجوج في الناموسيه ديالو. هنا صافي صاحب مصطفى بغى يخرج بحاله، هو يجبد مصطفى الموس وبقى كيطعن في احمد طعنات بلا حساب، لدرجه انه تقبو كامل وشوه ليه وجهه. وخرجوا الدراري الاخرين ما فهموا والو وعمرهم كانوا عارفين باللي مصطفى وحش بشري. هو قال لهم القوله ديالو اللي رعباتهم، قال لهم كيما قتلت واحد قادر نقتل جوج وثلاثه وربعه، هادشي بيناتنا وتا واحد ما يعاودو. رجعوا وهو كيهدد فيهم. ومن بعد ما تنشرت الخبار ومصطفى وصحابو حسوا بالصهد ديال القضيه اللي كبرات، قالوا باللي ما خلاو حتى دليل يوصل البوليس ليهم من غير هاد الكلب اللي يقدر يخرج عليهم.
داكشي علاش قرروا يقتلوه ويتلفوا البوليس. لكن كان هذا القرار هو الخيط اللي وصل الشرطه ليهم. من بعد ما عاودت لكم التفاصيل ديال الجريمه كي وقعات، غنعاود لكم كيفاش الشرطه عرفات هذا الشيء كامل وكيفاش تاكدت ان مصطفى هو القاتل. جاو عنده للدار ما لقاوش، وفاش طلعوا لبيتو لقاو واحد السلسله ديال الكلب، خداوها وراوها لبوات احمد. قال لهم بصح هذا نيت هو نفس النوع ديال السلاسل اللي غتلقاو كاع الكلاب مربوطين به. وهنا خونا حصل وما داش بزاف باش شدوا مصطفى وواجهوه بالادله وزيروه مزيان تجبد صحابو كاملين. وهذه بعض الاقوال اللي قالهم للصحافه من بعد ما تحلت القضيه. ده بقى اللي مسك رجله ايه؟ والله اللي كذاب، انا ما عملت اي حاجه، والله ما عملت اي حاجه، ولا دخلت ولا عملنا اي حاجه. انا حضرتك كنت ده كان اول ما شفت انا مش خايف اشيلها لوحدي. انا لو عايز اروح عند ربنا وقت انا ممكن احلل نفسي، اقرب سكينه هدكيها. انا مش فارقه معايا عشان ما لقيتش اب ايه يربيني. اب عايش طول حياته ياكل ويشرب ولا يسأل عنه. هاد القصه غتبين لينا السلبيات ديال الطلاق والعنف ضد الدراري الصغار. الطفوله كتلعب دور كبير في اما تصنع لينا عالم ولا رجل دين، ولا تصنع لينا شي شيطان في صيفط بنادم. دوك العقد النفسيه السلبيه كيبقاو يكبروا مع بنادم حتى كيجي النهار اللي كيتفرقع فيه وكيبغي ينتقم، ولكن كيولي ينتقم من الناس ابرياء ما عندهم حتى دخل في داكشي اللي داز منه. ما عليناش، نطلبوا من الله السلامه. نتمنى الا بقيتي متابعني حتى لهنايا تشترك في القناه ودير اعجاب بالفيديو فضلا وليس امرا. وكان معكم خوكم بيكاسو من بيكاسو لايف، وتنتلاقاو في شي قصه اخرى ان شاء الله.